كل سنة وانتم طيبين، عيدكم مبارك. من أساسيات العيد بالنسبة لي إن أعمل نواعم العيد في البيت. العيد اللي بيعدي عليا من غير ما أعملها بحس إن في حاجة ناقصة. تعالوا أقول لكم أظبط طريقة تعملوا بيها البيتي فور بعد تجارب وصفات كتير جدا. أول حاجة هنحتاجها 375 جرام من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. المقدار ده هنعمل بيه نص كيلو دقيق. لو عايزين تضاعفوا الكمية يبقى هتضاعفوا كل المكونات اللي هقولها. بضرب الزبدة الأول لوحدها لحد ما تنعم معايا خالص. بعد كده بضيف عليها 100 جرام من السكر البودر ويكون منخول. بعد كده هضرب السكر والزبدة مع بعض كويس جدا. وانتم بتضربوها هاتوا سباتولا وخدوا الجوانب من وقت للتاني كده، وكمان هاتوا من تحت لفوق عشان تتأكدوا ان كل السكر اختلط بالزبدة. وكملوا بقى ضرب فيهم لحد ما تحسوا ان قوام الزبدة هاش خالص كده ولونها فتح خالص. اهم حاجتين في البيتي فور علشان يطلع معاكم ناجح وطعمه حلو ان انتم تستخدموا نوع زبدة يكون كويس، وتضربوا الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما توصل للشكل اللي انتم شايفينه ده كده. شايفين لونها بقى فاتح ازاي؟ تحسوا كده ان قوامها بقى زي الكريمة. بعد كده هحط بيضايه وكيس فانيليا وارجع اكمل ضرب لحد ما البيضة تختفي وتختلط كويس بباقي المكونات. بعد كده هحط نص كيلو دقيق وهقلبه بالمعلقة او حتى بايدي عادي، بس مش هعجن فيه كتير. مجرد ما الدقيق يختفي ويختلط بالمكونات هوقف تقليب خالص. ولو بتحبوا البيتي فور بالشوكولاته هتشيلوا معلقه دقيق وتحطوا بدلها معلقه كاكاو خام. ده الشكل النهائي للعجينه، طريه وبتلزق جدا علشان هنشكلها بكيس الحلواني. انا بستخدم كيس الحلواني بلاستيك تقيل علشان يستحمل العجينه وما يتقطعش مني. ممكن تستخدموا كيس قماش بس يكون متبطن من جوه بطبقه مشمع علشان ما يشربش الماده الدهنيه اللي بتكون في العجين. حطوا في الكيس اي بلبله بتديكم اي شكل انتم بتحبوه. انا كان عندي دي استخدمتها وعملت بيها شكلين. دي اول صينيه عملتها فكنت سايبه بينهم مسافات كبيره علشان كنت لسه مش عارفه حجمه هيكبر قد ايه، بس زي ما قلت لكم ان دي اظبط وصفه للبيتي فور فالحمد لله ما فرش. طبيعي ان هو يكبر سنه في الفرن علشان فيه بيض. وده تاني شكل عملته. كمان عملت حجمين، الحجم الكبير اللي عملته في الاول علشان هسيبه زي ما هو كده مش هلزقه في بعض ولا حاجه، والحجم الصغير ده علشان لما اجي ازينه والزقه في بعضه ما يبقاش كبير قوي. اول ما بخلص الصينيه بدخلها الفرن على طول على الشبكه اللي في النص. درجه حراره الفرن تكون 180، بياخد حوالي ربع ساعه. انا بحب لونه يكون غامق سنه كده فبسيبه في الفرن دقيقه او دقيقتين زياده. بس طبعا طول ما هو في الفرن لازم عينيكم تبقى معاه علشان ما يتحرقش منكم، لانه بيتحرق في ثواني بجد ولا غلطه. طعمه حلو قوي وهش جدا وبيدوب في البق. ما تنسوش بقى الفولو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.